هاي الفيديو التالت في سلسلة الأسبوع جاهزين قبل رمضان. متنسوش تعملوا سبسكرايب عشان نوصل ل مشترك. يلا بينا اخوكم النهارده. بصوا انا مش هنعمل حاجات كتير، بس عندي مشوار مهم مريحة دلوقتي، وبعد كده ممكن نقعد نتكلم مع بعض شوية. فتعالوا معايا. That's my outfit. يلا بينا. جو النهارده بيمطر. استنى. يلا بينا يا جماعة. في مطر. الصراحة أقضي المشوار كده على السريع. كمان أصلا النهاردة أول أجازة من المدرسة، أول يوم أجازة من المدرسة، وكده عندنا أجازة أسبوع. ده مبسوطة قوي عشان خاطر نجهز لرمضان. فالمهم الأجازة بتاعتهم دي ملهاش علاقة برمضان، يعني هم ما يعرفوش رمضان. الأجازة عشان عندهم عيد اسمه كرنفال، عيد شكل الهالوين والهطل ده. فأنا طول النهار واخداها النهاردة راحة ونايمة بقى، نايمة لسه صاحية دلوقتي عشان عندنا بس مشوار مهم هنقضيه دلوقتي وهنرجع. يلا بينا. الدنيا زي ما انتم شايفين، مش عارفة شايفينها بتمطر ولا لا، شايفين السما مغيمة ازاي، بس والله جو اجواء. انا بحب الجو ده يا جماعة. وصلنا المكان اللي كنا جايينه. يلا بينا نخش. خلصنا يا جماعة. شوف السهولة والسرعة. الفكرة ان احنا ما كناش، المشوار ما كانش كبير قوي، او كنا بنعمل حاجة كبيرة. احنا كنا بنسأل حاجة عن اللغة وكده، فخلصنا بسرعة. حرفيا يا جماعة تلت ساعة خلصت المشوار ده في ثانيتين 2. بس يعني والله مش مشكلة، احنا شمينا الجو واخدنا هواء حلو من المطرة الحلوة دي، من الاجواء الحلوة دي. فتعالوا بقى هنروح البيت دلوقتي ندردش مع بعض شويه. اهلا بيكم يا جماعه من البيت. رجعنا البيت. تعالوا اقول لكم هنتكلم في ايه النهارده. انا شخصيا عاوزه اكلمكم عن الحاجات اللي مضايقاني، عن الحاجات اللي بتضيع لي وقتي، الحاجات اللي عايزه اغيرها قبل رمضان. فبصوا يا اخواتي، جهزوا كده وجهزوا كوبايه قهوه ولا شاي على الروقان، ويلا بينا نتكلم. بالنسبه في سلسله جاهزين قبل رمضان ولا لا، في الحلقه النهارده عاوزه اقول لكم بالنسبه لي الحاجات اللي عايزه اغيرها قبل رمضان. خلينا دي اول نقطه نتكلم في الحاجات اللي انا حابه اغيرها قبل رمضان. هو فكره ان انا اقرا قران اكتر وابعد عن التليفون، يعني ما اقعدش 3-4 ساعات، الوقت الكتير اللي احنا كلنا بنضيعه على التليفون ده. كلنا اوريدي الوقت بتاعنا بيعدي اكتر من 8 ساعات على التليفون، فال8 ساعات دولت انا ممكن اعمل فيهم حاجه تانية مفيده، اقرا قران واقرا اذكار، اعمل حاجات كتيره تانية بمناسبه رمضان، لان زي ما قلت لكم هي فرصه مش بتتكرر كتير، هي بتيجي مره واحده بس في السنه. رمضان ده عايزه استغله بالعبادات اكتر. عارفه ان دخلة رمضان بقى كده بتبقى حلوه وحماس ومسلسلات رمضان ورامز جلال والكلام ده كلته. احنا مش بنقول هنركن كل ده، لا عادي، بس هنستخدمه بحساب. يعني مثلا مش من بعد الفجر، يعني مش من بعد التراويح، تمام، بعد خلاص اكلنا وفطرنا وكل حاجه، ونقعد بقى نمسك الريموت ونقعد نتفرج على التلفزيون، نقعد نتفرج على الشاشه طول اليوم وما نعملش اي حاجه، او نقعد على التليفون نقعد نتفرج على المسلسلات اللي متابعينها. لا، حاولوا تتابعوا بس بحساب برضك، عشان طلاب ثانويه عامه وطلاب الدراسه حاولوا تنظموا وقتكم عشان تعرفوا تذاكروا. يعني ما تقولوش الترم التاني والله العظيم بصوا بيطلع عينه في رمضان. لا، لازم تذاكروا، لازم تقراوا قران، لازم تعملوا حاجات كتير. انا عارفه ان انتم ممكن تبقوا مستغربين من نقطه ان انا قررت كتير قراءه القران، بس هي اهم حاجه في رمضان يا جماعه. احنا اوريدي طول السنه، مش هقول كلنا، بس 99% مننا يا جماعه بيبقى راكن المصحف حرفيا، بيبقى عليه شبرين تراب، ما حدش بيفتحه، تمام. فهي رمضان فرصتنا الوحيده، ومش لازم تبداوا ده ليله رمضان، لا عادي ممكن تبداوا قبلها بيومين 3 عشان تبقوا متعودين. عندكم انا شخصيا من يومين بدات احاول اقوم ان انا اصلي قيام ليل، مش بصلي 8 ركعات، بصلي ركعتين 2 مره 4 وكده على قد ما بقدر. ويوم ويوم لا، يعني فاهمين، ما بحاولش اخشها كلها زقه كده. شكلها بيقولوا البدايات بتبقى حلوه وتمام ومية مية، وبعد كده بنقصر. بحاول اعمل اللي اقدر عليه. ده بالنسبه لتضييع الوقت. بصوا في كالنداريو كده هحطه لكم هنا، او مثلا شكل تو دو ليست ممكن انتوا تعملوه او ممكن تطبعوه. ده هنا
ممكن يعني بيتابع معاكم العبادات، قراءة القرآن، كل حاجة بتعملوها في رمضان، ده ممكن يساعدكم شوية. بالنسبة بقى للإحساس اللي عايزة أخشه أو أحسه رمضان ده، بصوا احنا في الغربة هنا، اوريدي ما عندناش اجواء رمضانيه، ما فيش الاذان اللي بيأذن في ميعاده بره في الشوارع، ولا فيه الاجواء دي كلها يا جماعه. اليوم بيمشي عندنا طبيعي، بنروح المدرسه، نرجع نفطر، فاليوم بيبقى حرفيا اللي هو يوم طبيعي، ما بيبقاش رمضان خالص. بس احنا بنحاول نصلي في البيت ونعمل كل اللي نقدر عليه عشان نحس باجواء رمضان. فانا السنه دي حاسه ان انا عاوزه اعمل اجواء لنفسي في البيت كده، واصور معاكم فلوجات وحاجات من دي، انا حاسس نفسي برمضان وما تلككش بالغربه، يعني فاهمين؟ برغم ان الموضوع بيبقى بيزهق شويه، بس هنحاول نتخطى. هذه الفكره. عارفه ان الحلقه دي ممكن تكون رغي شويه اكتر ما هو في فعاليات وكده شكل الفيديو اللي فات، ولكن حبيت ان الحلقه دي تكون جلسه بنات كده وفضفضه ما بيننا وما بين بعض. بالنسبه لتنظيم الوقت، عشان في ناس كتبت لي في الكومنتات وناس بعتت لي، فبالنسبه لتنظيم الوقت ده انا هعمل له حلقه تانية من السلسله، هتكون حلقه مفصله بكل التفاصيل بس في وقت تاني، تمام؟ فدلوقتي انا كلمتكم عن الحاجات اللي حابين نغيرها يا جماعه. اكتر حاجه والله العظيم بنصحكم تغيروها. اتمنى تبعدوا عن التليفون في الشهر ده بس، يعني تعالوا على نفسكم، هو مهم طول الحياه بس الشهر ده بس، يعني حاولوا تلتزموا بجد في الشهر ده، خلوه كده شيء روحاني كده، او شهر بينك وبين ربنا. احنا والله بنقصر في حق ربنا جدا طول السنه، فحاولوا تعوضوا في الشهر ده، شهر مبارك، وممكن تدعوا دعوه في الشهر ده والله تغير لكم القدر كلياته، تغير لكم حياتكم، تقلبها 360 درجه. فبصوا، عايزاكم تجهزوا كده ورقه فيها دعوات حلوه، يعني تدعوا لنفسكم مش تدعوا على الناس. فتجهزوا ورقه كده تكتبوا فيها الدعوات، والله بتكلم بجد مش بهزار، ما تقولوش انا الدعاوي في دماغي ولما اجي اصلي هقولها، لا، انتوا لما بتكتبوها تفضلوا فاكرينها كده، وادعوا ربنا كده بحب، بجديه، بالحاح، ربنا يستجيب مننا يعني باذن الله. بس لا، يعني اهتموا بموضوع الدعوات دي. عندكم الفجر، وعندكم الخمس فروض، وعندكم صلاة التراويح وقيام الليل، هو صلاة التراويح والكلام ده. فيا جماعة اهتموا، والله بقول لكم الكلام ده من قلبي، اهتموا ضرب 10 يعني اهتموا جدا برمضان. حاسه ان من كتر الكلام عليه بقيت متحمسه له، وفي نفس الوقت خايفه اقصر في الشهر ده، خايفه اخش، مش عارفه. انا حرفيا الفتره دي بحاول اجاهد نفسي على قد ما اقدر، اقرب من ربنا على قد ما اقدر، بدعي كتير قوي، والله بدعي كتير قوي على حاجات نفسي تتحقق من قلبي. ومبسوطه، يعني بحس لما العلاقه بيني وبين ربنا بتبقى حلوه كده وسليمه، الانسان بيبقى جواه فرحه كده مش طبيعيه، يعني فاهمين؟ برغم من الخنقه وبرغم من الزهق او من ضغوطات الحياه، بس تحسوا كده في حد في ظهركم دايما. فربنا عمره ما هيسيبنا، واحنا مقصرين في حقه جدا، ودي فرصتنا ان احنا نعوض. يعني خلوا رمضان اول خطوه تقربكم من ربنا، ويعني ما تستنوش ان انتوا تعملوا كل حاجه في رمضان وبعد رمضان نرجع للروتين العادي. اعملوا روتين بجد، عارفه ان الروتين والاستمراريه احيانا بيبقوا مملين، بس لا، كل ده يستاهل والله، ورمضان يستاهل بجد. كفايه بس انتوا تدعوا دعوه تصادف انها ليله القدر وتغير حياتكم. يعني انتوا مستوعبين؟ ادعوا بس كده من قلبكم وصلوا، يعني صلوا، ما تستهينوش، يعني ما تصلوش مثلا، وصلوا التراويح يا جماعه، صلوا التراويح والله لو هتصلوها في البيت مش في الجامع. اهتموا بالعادات والتقاليد بتاعتنا واللي مكتوب علينا في رمضان قبل ما تهتموا بالمسلسلات والكلام ده كلته. يعني واستمتعوا برضو، يعني ما تكبتوش نفسكم، بس استمتعوا واعملوا اللي عليكم برضو. رمضان ده شهر جميل قوي والله. بشوف دلوقتي اجواء مصر والزينه والحاجات اللي عمالين يعملوها في مصر، نفسي بتتعب يا جماعه والله. نفسي انزل احضره كده في وسط عيلتي وحبايبي هقول لكم ايه، يعني احمدوا ربنا لو انتوا قاعدين كده في وسط عيلتكم، ومش القصد بالعيله هو الام والاب بس، انا هنا الحمد لله مع ماما وبابا، مش عايشه هنا لوحدي، لان السؤال ده بيجيلي كتير، وهبقى اكلمكم عن نفسي كده في فيديو تاني، عشان حاسه ان احنا دخلت اليوتيوب كده وما اتكلمتش
عن نفسي كتير. فبصوا هبقى اكلمكم مره تانية عن الموضوع ده. بس اتكلم عن العيله، بيت تيتا وجدو واللمه. والنهارده مثلا رايحين نفطر عند تيتا، النهارده خالته جاي تفطر عندنا. ننزل بعد صلاه التراويح نفرقع صواريخ، نلعب بالسلك، عارفين السلك ده، واجواء والله تحفه. كفايه بس كفايه والله العظيم الاذان اللي بتسمعوه طول اليوم. هنا احنا مش بنسمعه، يعني بيأذن مش نفس الاحساس. عارفين اول اجازه نزلتها مصر بعد سنتين هنا في ايطاليا، اول مره سمعت فيها الاذان كده والله. يعني مش عارفه، انا مش مصوره فيديو، لو مصوره هسيب لكم هنا، بس ما اعتقدش ان انا صورت حاجه شكل كده. بس عارفين كده شكل في حاجه كانت بتطبطب على قلبي. كان احساس حلو قوي. بس يلا هي الغربه انكتبت علينا، هنعمل ايه؟ الحمد لله. فهو ده فيديو النهارده. اتمنى ما كنتش رغيت كتير معاكم. بس هي السلسله دي كده عشان نتكلم ونرغي، وانتوا اكتبوا لي في الكومنت يا جماعه يعني عايزين نرغي. انا بصوا هفتحها دردشه معاكم. وبصوا يعني هي السلسله دي كده عشان نحكي ونطلع اللي جوانا ونستعد كويس لرمضان. واجواء البنات دي عارفينها طبعا. فانا مبسوطه والله وانا بتكلم معاكم. اهم حاجه ما تنسوش تحطوا سبسكرايب عشان نوصل ل1000 مشترك. احنا وصلنا للحلقه الثالثه واوريدي ما خدناش غير 10 سبسكرايب من الحلقه دي، من السلسله دي. بس يلا انا واثقه فيكم ان احنا قبل الحلقه دي نوصل ل1000 مشترك على الاقل اخر الشهر، مش على نهايه الحلقه. فالمهم خلوا بالكم من نفسكم، جهزوا جواز لرمضان، واستنوني في الحلقه الرابعه من سلسله جاهزين قبل رمضان. واتمنى ان انا اكون فدتكم وتكونوا انبسطتم. بحبكم قوي، ومتنسوش تسيبوا لي كومنتات وتعملوا سبسكرايب. اكد عليكم للمره المليون. بس كده في رعايه الله، اشوفكم على خير، باي. شايفين الاضاءه كده حلوه ازاي؟ بس انا ما اعرفش اثبته كده يا جماعه. المره الجايه الاضاءه كده تحفه، انما تحت كده بتبقى غريبه. في رعايه الله يا جماعه، باي.